بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما فرحانين ومتجمعين مع حبايبكم ومتهنيين. بحبكم قوي قوي وبحب دعمكم ليا، بشكركم جدا جدا من كل قلبي. ربنا يسعدكم يا رب ويفرح قلوبكم زي ما بتفرحوني وتسعدوني بلايكاتكم الحلوه وكومنتاتكم الجميله اللي بتدخل قلبي. حبايب قلبي ما تحرمش منكم ابدا، ودايما منورين عندي في القناه. ولو انت اول مره بتشوف قناتي يلا مستني ايه؟ يلا بسرعه اعمل اشتراك، فعل الجرس، ما تخافش الجرس مش بيكهرب. النهارده هنعمل حاجة حلوة، تحلية كده حلوة ولذيذة وسريعة ومكونات بسيطة وأكيد موجودة في كل مطبخ في بيوتنا. آه، يعني حاجاتها مش كتير، تكلفتها مش عالية، لا بالعكس ده حاجات بسيطة قوي قوي وكلها حاجات موجودة عندنا في البيت، هنعملها بمنتهى السهولة. يلا بينا نشوف احنا عملناها مع بعض ازاي. بس قبل اي حاجة ما تنسوش لايك شير سبسكرايب. يلا بينا هنشوف المقادير طبعا مع بعض واحنا بنشتغل. عندي هنا معلقتين طعام دقيق، اي نوع دقيق اللي هو متعدد الصدمات زي ما انت عايزه. وهحط بعد كده معلقه نشا كبيره برضو اهو زي ما انتم شايفين. دي اول طبقه انا هعملها بالكاكاو. وعندي معلقتين كريم شانتيه خام، وكمان معلقتين كاكاو خام. هحط دلوقتي سكر. السكر طبعا حسب الرغبة. انا هحط دلوقتي 4 معالق سكر عشان طبعا الكاكاو خام وكمان الكريم شانتيه خام. هحط بقى دلوقتي كوباية ونص حليب. عندي كوباية اهي، وهحتاج كمان نص كوباية. طبعا كله هقلبه على البارد الاول. هحتاج كمان نص كوباية، نص كوباية اهي. هقلب بقى دلوقتي على البارد، اقلبه كويس على البارد، وبعد كده هرفعه على النار لحد ما القوام يتقل ويسخن ويقرب على الغليان. اول ما هيقرب على الغليان هحط مكعبين شوكولاته خام اللي هي بتاعه المطبخ دي في الخليط بتاعي. وهحط كمان معلقه صغيره زبده. زي ما انتم شايفين دلوقتي حطيت معلقه صغيره زبده، وعندي كمان مكعبين كده شوكولاته خام برضو هحطهم وهقلب كويس. شايفين القوام تقلوا بقى زي الفل ازاي؟ بس انا هطفي عليه نار بقى دلوقتي. مجرد الزبده بس ايه هتسيح عشان تدي لمعه وتبقى القوام بتاعي كده غني. بس انا هطفي دلوقتي. خلاص دلوقتي ده الخليط بتاعنا بقى جاهز اهو. وانا جبت صينيه بايركس ودهنتها زيت وحطيت فيها كده شويه كاكاو زي ما انتم شايفين. وهبتدي انزل بالخليط بتاعي عشان يبرد. خلاص انا حطيتها كده زي ما انتم شايفين في الصينيه بتاعتي، وهسيبها بقى لما تبرد لحد ما اكون عملت الطبقه التانية بتاعتي. هتكون دي بردت خالص عشان هضيفها عليها. ثواني ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنيجي بقى للطبقه التانية، هي نفس الطبقه الاولى بس اللي ناقص فيها الكاكاو الخام. عندي هنا معلقتين دقيق، وهاخد 4 معالق سكر، وهاخد كمان معلقه كبيره من النشا، وهاخد معلقتين كريم شانتيه خام. هستعمل برضو كوباية ونص من اللبن. دي كوباية اهي، وهحتاج كمان نص كوباية، نص كوباية اهي. هحط فانيليا، طبعا انا ما حطيتش في الشوكولاته فانيليا لان هي مش محتاجه فانيليا، لان طبعا
الشوكولاته بتبقى طعمها وريحتها طاغيه، فمش محتاجه. كل ده هقلبه بقى على البارد كويس، وبعد كده هحطه في حاجه وارفعه على النار لحد ما القوام بتاعه يتقل والاقيه لف معايا وبقى جاهز. استنوني نشوف ايه هنكمل ازاي. دلوقتي انا حطيت معلقه صغيره زبده اهي، وهحط برضو دلوقتي شوكولاته بيضه خام. دي شوكولاته بيضه خام اهي، وهقلب. خلاص هو كده بقى تمام، فهطفي عليه النار عشان اول هقلب فيه لحد ما يهدى شويه. هحطه على الخليط السابق. خلاص زي ما انتم شايفين انا سبتها قلبتها شويه كده عشان تهدى. طبعا هي لسه سخنه عشان اعرف اوزعها، لان لو بردت هتتقل فمش هعرف احركها خالص. انا بس قلبت فيها شويه كده زي ما انتم شايفين عشان الحراره بتاعتها ايه تهدى شويه. وهضيفها بقى على الطبقه الاولى. شايفين جامده خالص ازاي؟ تقدري تخرطيها وتطلعيها بمنتهى السهوله. دي الطبقه الاولانيه اهي. هقلب كده كمان تقلبتين، وهضيف الطبقه دي على الطبقه اللي احنا عملناها قبل كده. على فكرة تقدري تعمليها في كاسات او في اي حاجة صغيرة، مش لازم تعمليها في صينية. ممكن تعمليها تبقى على يعني اطباق كده، كل فرد من افراد الاسرة ياخد طبق. بس انا فضلت ان انا اعملها في الصينية، شكلها بيبقى حلو بصراحة. هحطها دلوقتي. خلاص هنزلها كده، وبعد كده هوزعها على الطبقة الاولى وهسيبها تبرد برضو. زي ما انتم شايفين كده انا ابتديت اوزعها. هبتدي اوزعها كده كويس، وهسيبها برضو تبرد خالص خالص وتجمد. وبعد كده هحط عليها صوص شوكولاته. لو حابه تضيفي عليها صوص شوكولاته ماشي، مش عايزه تضيفي عليها صوص شوكولاته تقدري تزيني وشها كده بفرماسيل او بشوكليت شيبس او اي حاجه متاحه عندك في البيت. دي حاجه اختياريه وتقدري تكتفي بيها كده. هي كده طعمها جميل جدا، مش محتاجه حاجه. بس انا هضيف عليها كمان طبقه صوص شوكولاته عشان تبقى اغنى والولاد يقبلوا عليها اكتر. انا دلوقتي عملت صوص شوكولاته. طبعا احنا عاملينه مع بعض قبل كده في القناه، اللي عايزه هيرجع يلاقيه من الفيديوهات الاولانيه اللي انا عملتها. طبعا ده صوص شوكولاته اهو. انا بس مش عايزاه يبرد قوي عشان ما يمسكش، فهضيفه دلوقتي على الخليط بتاعنا. طبعا زي ما قلنا ده حاجه اختياري، تقدري تحطي اي صوص انت عايزاه. تقدري تحطي صوص كراميل، تقدري تحطي صوص توفي، اي صوص انت حباه تقدري تحطيه. دي حاجه اختياريه بتاعتك انت. زي ما انتم شايفين بقى دي الصينيه بتاعتنا بعد ما خلصت اهي. برضو تقدري برضو تزينيها باي حاجه، وحباها تسيبيها كده مفيش مشكله، هي كده زي الفل. حابه بقى تضيفي عليها اي كده يعني ديكوريشن من عندك، برضو دي حاجه ترجع لك. انا عندي هنا فورماسيل، فهضيف عليها شويه فورماسيل كده يعمل منظر حلو ويفتح نفس الولاد. هما يعني الحمد لله مش محتاجين حاجه تفتح نفسهم، بس برضو حاجه جماليه تدي شكل حلو. هدخله التلاجة بقى لحد ما يبرد، وهقدر اقطعه بقى بسهولة جدا واقدمه في اطباق. هي دي وصفتنا النهاردة، حلوة مش مكلفة، بمكونات كلها موجودة عندك في البيت. طعمها جميل جدا وهتعجب ولادك وما خدتش مننا اي وقت. اتمنى لو الوصفة عجبتكم تعملوا لايك شير سبسكرايب. باي باي.